علامات الاتجاه هي علامة تبين الاتجاه الواجب اتباعه، ويتم نصبها في أغلب الحالات عند ملتقيات الطرق، بكيفية تجعل المناورة عند الاقتضاء تتم أمام العلامة. بمعنى، هاد العلامة ديال الاتجاه إلا كنتي غادي لشي مدينة خاصك ضروري تتبع الاتجاه اللي كتشير ليه العلامة. مثلا أنا باغي نمشي لوجدة، خاصني ضروري نتبع الاتجاه اللي على اليمين. الطريق اللي كتدي لوجدة، الطريق اللي كدي لوجدة هي على اليمين. وهاد العلامة ديال الاتجاه كتكون في ملتقيات الطرق، وكتكون منزلة بطريقة اللي كتخليني نشوفها من البعيد، باش فاش نوصل لملتقيات الطرق نتبع الاتجاه اللي باغي نمشي ليه بسهولة. وهي فيها بزاف ديال المعلومات، بحال النوع ديال الطريق، المدينة اللي باغي نمشي ليها، شحال مازال لي كيلومتر ونوصل. دابا غادي نشرحو كل علامات كتعني. علامات الاتجاه، هاد علامات الاتجاه بعض المرة ما كيكونش فيهم ديك علامات الموقع اللي حمرا من الفوق، كيكون فيها غير شحال باقي لك من كيلومتر وتوصل. علامات تأكيد الاتجاه، هاد العلامات تا هما كيأكدوك الاتجاه اللي نتا غادي فيه، تا هما كيزودوك بزاف ديال المعلومات، بحال رقم الطريق، شحال باقي لك من كيلومتر، السمية ديال المدينة. علامات الاتجاه التكميلية، وهاد العلامة ديال الاتجاه التكميلية حتى هي كتزودك بالمعلومات شحال مازال لك المسافة باش توصل والاتجاه اللي خصك تكمل عليه. علامات الاتجاه التكميلية دون ذكر المسافة المتبقية، هاد العلامة تكميلية كتأكد لك الاتجاه اللي انت باغي تمشي ليه، وما فيهاش المسافة شحال باقي لك ولا النوع ديال الطريق. علامات للتشوير المسبق لملتقيات الطرق، هاد علامات التشوير المسبق ديرها بحال شي خريطة، كتخبرني هاد العلامة على بعد 300 متر كاينة دخل على يدي ديال اليمين، ولكن ديك الدخلة انتردي مخصنيش ندخل معاها. إلا مشيت نيشان كنلقى ملتقى طرق، واحد على اليمين وواحد على الشمال، اللي على اليمين كيدي لمكناس واللي على الشمال كيدي لإفران. وإلا مشيت طور غادي نمشي للرباط. وهكا كتكون عطاتني معلومة على الطريق. علامات للتشوير المسبق، كتخبرني هاد العلامة على بعد 300 متر غادي نلقى ملتقى طريق، وإلا درت على يدي ديال الشمال غادي نمشي لإفران، إلا درت على يدي ديال اليمين غادي نمشي لمكناس. إلا مشيت طول غادي نلقى طريق سيار، غادي نمشي لطريق السيار، وطريق السيار كدي للرباط. ديك العلامة الزرقاء كتعني لوتوروت، ديك العلامة اللي مكتوبة فيها الرباط وفيها دوك جوج خطوط، هادوك جوج خطوط كيتسماو لوتوروت. فاش كنلقاهم فشي علامة كيعنيو راني غادي ندخل لوتوروت. علامة لتأكيد الاتجاه على الطريق، هاد العلامة ديال تأكيد الاتجاه كتأكد لك الاتجاه، هي كتخبرك باقيلك 51 كيلومتر توصل للبوزنيقة. والعلامة الزرقاء اللي كتعني طريق سيار هي لوتوروت، مازالك 90 كيلومتر وتوصل للرباط، وهي كيشرحوها بالعربية والفرنسي. ديك العلامة اللي فوق منها بالأحمر كتعني طريق وطنية رقم 1، علامة للتشوير المسبق لمنفذ مهم من طريق السيار. كتعني هاد العلامة هادي على بعد 5000 متر نلقى خرجة على يدي ديال اليمين، وهاد الخرجة إلا مشيت معاها غادي نمشي لعين حرودة، وإلا كملت طريقي غادي نمشي للرباط. هاد العلامات الزرق إما مربعين ولا مستطيلين كيكونوا في لوتوروت. علامة للتشوير المسبق لملتقى طريق مهم، كتعني هاد العلامة أولا قبل كل شيء أنا بعدا في لوتوروت. هاد العلامة الزرقاء وديك العلامة ديال لوتوروت كاينة، كيكون داك السهم على يدي ديال اليمين وما كاين لا كيلومترات لا والو، أول ملتقى طرق ألقى قدامي إلا بغيت نمشي للرباط خصني ندخل معاه، ضروري نشد اليمين من عند العلامة باش غير كنلقى ملتقى طرق قدامي كندخل معاه إلا كنت غادي للرباط. علامة للتشوير المسبق لمنفذ من طريق السيارة، العلامة كتخبرني من دابا 35 كيلومتر من بعد العلامة غادي نلقى خرجة لمراكش على يدي اليمين، غادي نخرج من لوتوروت. من دابا 35 كيلومتر غادي نلقى خرجة من لوتوروت كدير لمراكش. علامات الإشارة مدخل طريق سيار، هاد علامات كيشيرو إلا دخلت على يدك اليمين غتدخل لوتوروت، إلا دخلت على يدك اليمين العلامة الأولى غادي تمشي لقنيطرة ما فيهاش شحال مازال لك من كيلومتر. العلامة الثانية كتشير إلا مشيت على يدك ديال اليمين غادي تدخل لوتوروت وغتلقى الطريق ديال طنجة وتبقاك ليها 90 كيلومتر.
دابا هاد العلامات كيكونوا قبل ما تدخل لوطوروط، هادو هما اللي كيوجهوك باش تمشي لوطوروط. علامات الإشارة إلى مكان منفذ من طريق السيارة. هاد العلامة كتشير كتقولك إلا درت على يدك ديال اليمين غادي تخرج من لوطوروط وغادي تمشي لمراكش، واخا مفيهاش ديك السهم اللي هابط بحال الشرطة، هادي دايرة بحال المثلث كتشوف لجهة اليمين، كتعني غادي تخرج من لوطوروط وغادي تمشي لمراكش. إلا بغيتي تمشي لمراكش دور على يدك ديال اليمين. أغلب العلامات كيكونوا على شكل مربع أو مستطيل مفيهمش العلامة ديال لوطوروط، كتكون نتا راك في لوطوروط. وهادوك اللي كيكون فيهم الإشارة ديال طريق السيار كيعني أنك عاد تدخل طريق السيارة. أغلب الحالات كيكونوا عاد تدخل طريق السيارة بحال هادي، ها هي فيها الإشارة ديال طريق السيار، ديك كتعني عاد تدخل طريق السيار، مدخل لطريق السيار. علامة للتشوير المسبق للانشعاب على طريق السيار، تخبرك على هاد العلامة أنه كاين انشعاب في طريق السيار. دابا 1500 كيلومتر غتلقى مفترق الطرق. المفترق الطرق كيتسمى انشعاب على طريق السيار. تعزل، إلا كنتي غدور على اليمين تمشي لمراكش، إلا كنتي غادي تمشي على الشمال تمشي لخريبكا. علامات للتشوير المسبق لمنفذ اعتيادي من طريق السيار، كتعني هاد العلامة إلا كنت غادي للمحمدية ولا الرباط نتبع غير هاد الطريقة اللي غادي عليها، والخرجة راه تكون قبالتي، نتبع هاد المسلك هذا تنخرج للمحمدية ولا الرباط. إلا كنت غادي للمحمدية منظر لها. علامات وضعية منفذ من طريق السيار، كتعلن هاد العلامة على أنني غادي نخرج من طريق السيار، وداك السهم كيجبرني نشد اليمين باش نخرج من طريق السيار. وهاد العلامة وضعية، يعني أن المخرج غيكون قريب من العلامة بزاف. إلا كنت مازال متفرجتيش العلامة ديال الإرشاد ها هي، تفرج لها راه تنفعك بزاف. وإلا كنتي مازال مشتركتيش معنا اشترك باش يبقى يوصلك كل جديد. وإلا كان شي صاحبك ممراجعش العلامات مزيان صيفط له هاد الفيديو راه ينفعو وتاخد انت الأجر مضمون إن شاء الله. وبالتوفيق للجميع.